محترفين، وفي الثالثه في حراس كتير، وفي الرابعه في حراس كتير كويسه والله. بس هو دي بتبقى رزق، فممكن انت تلعب رابعه وبتلعب ثالثه، فربنا مش كاتب لك ان انت تلعب مثلا محترفين او ممتاز، فده رزق من عند ربنا. انت بتتعب وبتجتهد وبتسيب الباقي على ربنا. ربنا ما يرضلكش ان انت تلعب دوري ممتاز، مفيش مشكله، ممكن يريد لك بره الكوره حاجه في حاجه ثانيه خالص. بس انت بتتعب وبتجتهد عشان ما تجيش بعد كده تقول انا قصرت في حق نفسي، او قصرت في تمرين، او قصرت في حاجه معينه. فده ربنا شايف كل حاجه، فانت بتتمرن وبتجتهد بتسيبها لله. طيب هو الفرق بقى بين انت لعبت ممتاز بيه على طول كتير، فرق بين الماتشات الممتاز بيه والقسم الثالث والرابع ايه؟ لا الرابع السنه اللي فاتت انا مثلا اول مره العب درجه رابعه، السنه اللي فاتت لا موضوع صعب. انت بتلعب مثلا في بلاد تلعب فيها مناطق الناس قاعده جنبك جنب الجون. انا في ماتش من الاوقات انا كنت بلعب، مش هذكر اسم البلد، انا بلعب الماتش ولقيت واحد بيديني كوبايه شاي بقول له خد اشرب بق. هم البلد بيأمنوا نفسهم. فهم بيأمنوا امن نفسهم ذاتي يعني. وفي بلاد بصراحه يعني كان كرم الضيافه فيها كده، بس صعبه. الدرجه الرابعه دايما كور عاليه، مفيش لعب على الارض. احنا الفريق الوحيد اللي كنا حضرتك كنت شايف بنحضر من تحت وبنبدا. انت مثلا تقعد تحضر وتبدا وتلاقي فجاه اتقطعت واحده طويله عليك. فلا كل لما تطلع درجه بتبقى اللعبه اسهل فيها. اكيد. قول لي طبعا، يعني انت لعبت ناشئين كتير وانديه دوري ممتاز، الفرق بقى من انك انت تلعب دوري ناشئين مع اسماء انديه معروفه ودوري بقى القسم الرابع والثالث، ايه اللي لقيت الفرق اللي لقيته؟ والله يا كابتن يعني طبعا في الناشئين انت بيبقى مثلا ما عليكش ضغوط، او مثلا بيبقى حلمك انك تطلع الفريق الاول او تروح منتخب مصر الناشئين. يعني اخر سنه طلعت سيراميكا فوق، يعني كنت بتمرن مع الفريق الاول كتير. لا الدنيا مختلفه، الدنيا اسهل، الدنيا انت مش حاسس ان في الناس دي، بس يعني زي ما تقول ممكن تكون بتتمرن كويس وعايشه كويس فهم موجودين، او مثلا تعبوا لحاجه معينه فهم موجودين عشان كده. لكن انت هتتكلم على القسم الرابع او القسم الثالث، لا الموضوع صعب جدا. في لعيبه كتير قوي جامده، في زي ما بيقولوا دوري المظالم. طبعا هتلاقي لعيبه بتخفيها، ممكن تلاقي في الثالثه دوت في نادي جماهيري زي المرج، زي مثلا بشتيله مطريه. هتلاقي لعيبه كتير جدا كويسه، هتلاقي لعيبه كتير جدا كويسه يا كابتن. يعني طبعا فاهم، والامور كلها طبعا قريبه من بعض. الماتش اصلا بيبقى ماشي ازاي، كور عاليه كله تخبيط، فالدنيا صعبه قوي تحت. يعني الدرجات الادنى بتبقى دايما صعبه. كل ما بتقرب يا كابتن للدوري الممتاز، وبالذات لو في نادي كويس، لا الدنيا سهله. يعني لما طلعت الفيرست تيم ما حسيتش لا الدنيا سهله جدا، وهم الناس مسهلينها عليك. مين من حراس المرمى اللي انت شايف نفسك فيه او نفسك تبقى زيه؟ لا انا دايما يعني بشبه، انت عارف طبعا طريقه لعبي مايل للعب بالرجل شويه والستايل